السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ معاكم ام اسراء. شعر النهاردة زي ما انتم شايفينه كده، شعر الكيرلي متوسط، مش تقيل قوي، برضو مش طويل قوي. زي ما انتم شايفينه كده شعرايه مش خشنة، بس احنا عاوزين نعمل لها ترميم مع معالج، مع فرد يكون نوع كويس. وطبعا احنا ما بنشتغلش الا بالانواع اللي هي الكويسه. احنا شغالين مع وكيل معتمد تبع شركات، تبع البروتينات يعني. اهم حاجه عندي النتيجه فيما بعد ليكي انتي، مش وقت ساعتها بس. اهم حاجه النتيجه بتاع الترميم او الفرد او البروتين تكون معاكي كويسه. والحمد لله بنجيب نتائج كويسه ومرضيه زي ما انتم شايفين كده بالصور قدامكم. ده بعد ما خلصنا خالص، بعد ما نشفناه، كبسنا وغسلنا ونشفنا بالاستشوار. ودي والصوره وهي ماشيه، هي عملت في الاول القصه لون، وبعد كده عملنا في الشعر من ورا اللي هو اللون التاني. احنا عاملين لها برضو بوتكس مع نوع ترميم، مع اللي هو الكولاجين. وطبعا كلها حاجات نظيفة وحاجات بنختارها دقيقة، وتحافظ على الشعراية وتحافظ على لمعانها، وتحافظ ان الشعراية تطلع تاني من المنبت كويسة وصحتها حلوة، وما تكونش فيها كسرة شديدة، والشعراية برضو ما تقصفش وما تقعش. ده كل اللي يهمنا برضو ان انت تبقي عملت شعرك وتتبسطي بيه، ويعدي شهر اتنين، يعدي سنة، وشعرك برضو زي ما هو كويس. وكمان نوع البروتين ما يسحبش معاك بسرعة، يفضل اطول فترة ممكنة معاك في الشعر، تحس فعلا بتغيير في شعر. وده اللي هدفنا في شغلنا.